ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم كابتن محمد عواد. الفيديو النهارده فيديو مختلف قوي عشان النهارده يوم الفري، وهاكل باذن الله في مطعم سحلي. يلا بينا نشوف التجربه مع بعض. المطعم 5 دقايق بالظبط من مكرم عبيد، 5 دقايق. هبسيب لكم برضو اللوكيشن بتاعه، اي حد عايز يجي هنا يقول تبع كابتن محمد عواد بس، وهيتعمل مع الصح. يلا نخش جوه ونشوف الدنيا. شباب انا ما كلمتكوش برضو على اهميه الشيت ميل. الشيت ميل دي مهمه جدا لو انت ملتزم بالدايت بتاعك لفتره، عشان تحسن من الميتابوليزم بتاعتك، تحسن من اداء التمثيل الغذائي بمعنى اصح. يعني انت طول ما انت هتمشي فتره طويله على الدايت والاكل الصحي، جسمك هيتعود ان هو بياكل الاكل ده، فمش هيحرق بعد كده بمعنى اصح. فانت بتدخل وجبه شيت ميل كل فترة على حسب برضو التزامك بالدايت، مش كل اسبوع، الكلام ده غلط. وهي بتبقى وجبة واحدة بس، ما بتبقاش يوم كامل. دي حاجة. تاني حاجة، حاول التشيت ميل ما يكونش فيها نسبة سكر عالية. التشيت ميل تاخدها يا اما بيتزا يا اما برجر، الاتنين دول افضل وجبتين للتشيت ميل. فانا النهاردة في مطعم سحلة هاخد الوجبة الفري هنا. استنى بس الساندوتش يجي كده وهنصوره سوا وناكل. انا قلت اخدكم برضو بره الاستوديو والزنقه في الاستوديو اللي احنا فيها كل فيديو دي. باذن الله الفتره الجايه هحاول اكتر من الفلوجات اللي بره دي، وهحاول اصور فيديوهات تانية بره. متنساش بس لو مش متابع ومش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي. نعمل زي بتوع مراجعين الاكل، العيش ناشف، العيش محمص، الصوص ده في قطعتين فراخ، ودي قطعة تركي اللي فوق دي، ودي جبنة، وفي تحت طماطم وخس. دي كده مكونات الساندوتش. العيش حلو قوي، قطعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعودونيش بقى، لسه جاي من التمرين بقى، فاهم؟ ما تدقوش معايا في الكلام. في ملحوظة بس عشان ايه ما يعرفوش منكم، يعرف ان هي اكيل. بص هنا البانيه ده بانيه حقيقي، مش اللي هو المطحون. مش قادر اكمل سندوتش براون. بعدين لسه مخلص تمرين كمان، معدتي مش قادر. انا اكتفي بهذا القدر، ممكن ابقى اخده معايا تكاوية ابقى ايام اخلصه في البيت بس.